الذي يؤدي فيه حجاج بلسان نبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه في هذه اليوم العظيم وفي هذه المناسبة العظيمة وفي هذا الجمع الكبير للمسلمين في جميع أقطار العالم صبيحة
هذا اليوم ينبغي أحبتي في الله بهذه المناسبة العظيمة ما ورد فيها من كتاب الله تبارك وتعالى ومن حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لتكون لنا نبراسا في طريقنا في حياتنا هذه. ومن أعظم الأمور التي ينبغي ألا تفوت علينا هذا اليوم العظيم هذه الصلاة التي أديناها، هذه التكبيرات التي وذكر الله تبارك وتعالى منذ أيام. بعد أداء هذه الصلاة العظيمة يدخل المسلمون في فسحة، في ابتهاج، في فرح، إذ هو يوم ابتهاج وفرح للمسلمين وعيد عظيم ومناسبة يفرح فيها كل المسلمون بما أحل الله لهم من الطيبات، من المباحات، من المناكح، من المطاعم، من المشارب، من سائر المباحات التي أباح الله تبارك وتعالى لهم في مثل هذه الأيام. العيد هذا أحبتي في الله هو أعظم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. أعظم العيدين هو عيد الأضحى، ولهذا جعله الله تبارك وتعالى أيام التشريق كلها أيام عيد، بل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العيد يبدأ من يوم عرفة، إذ قد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا نحن أهل الإسلام. نعم، أيام عيد. فهذا العيد ليس اليوم فقط، بل هذا اليوم والأيام الثلاثة التي بعدها أيام عيد. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق التي هي هذا اليوم والأيام الثلاثة اللي بعدها. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن صيام هذه الأيام، لأنها أيام التمتع بما أباح الله لهذه الأمة من الطيبات. فكلوا واشربوا واستمتعوا بما أحل الله لكم في مثل هذه الأيام، فذلك من أجل ما ينبغي أن نعرفه في هذه الأيام. لكن مع ذلك أحبتي في الله ونحن نستمتع بما أباح الله لنا من هذه الطيبات والمباحات، ينبغي ألا نتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. نعم، هي أيام فرح، هي أيام ابتهاج، أيام حفلات، أيام اجتماعات، أيام زيارات، تبادل الزيارات بين الأقارب، بين الأهالي، بين الزملاء والأحبة. لكن لا ينبغي أن نتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. هي أيام توسعة للعيال، أيام التوسعة للأهالي. فقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو دخل أبو بكر صلى الله عليه وآله وسلم وعنده جاريتان كما في صحيح البخاري تغنيان وتضربان الدفوف، وذلك يوم العيد. فانتهرهما أبو بكر انتهر الجاريتين وقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبو بكر دعهما إنها أيام عيد. أيام عيد هذه لاستمتاع بالمباحات، يعني الجاريتان تغنيان وليستا بمغنيتين كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما. إذن أحبتي في الله أيام أكل وشرب وذكر الله، وليس أيام اقتراف لمحارم الله، ليست أيام تجاوز لحدود الله تبارك وتعالى. كثيرا ما تحصل مثل هذه الأيام أن يتجاوز الفرح بكثير من المسلمين فيدخل في محرمات، في حفلات محرمة،
في حفلات الموسيقى، في حفلات الأغاني، في حفلات الله طبعا، في حفلات الاختلاط بين الرجال والنساء، في حفلات ما أباح الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، المسلم مسلم يوم العيد، مسلم مستسلم لله ومذع لأمر الله وشرعه، وسائر أيامها أيام السنة كذلك مذع ومستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. ليس هناك يوم واحد في عمر الإنسان يتحرر من شرع الله تبارك وتعالى. هو في حياته كلها عبد لله، وينبغي أن يستسلم لأمر الله وأن ينقاد لشرعه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحبتي في الله، هذه الأيام بدءا من اليوم والأيام الثلاثة التي بعده من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام النسيكة، الأضحية، القربان، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى من الأعمال التي يحبها التقرب إليه في مثل هذه الأيام بنسيكة، بأضحية، بذبيحة، نعم، ولها شروطها. وبعد الصلاة، أما من ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل هذا فقد أتى بسنتنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن فعل غير ذلك، من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من اليوم وثلاثة أيام بعده أيام ذبح، والذبيحة هذه من أعظم القربات أيضا. ولهذا قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي بمعنى ذبيحتي. ولهذا الله تبارك وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعدما امتن عليه بهذا الكوثر العظيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بعد الصلاة النحر، نعم، النحر هو قرب من الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام، فنتقرب إلى الله بهذه العبادة وبهذه القربة العظيمة في مثل هذه الأيام. كلوا من لحمها وتصدقوا بعضه وادخروا البعض الآخر، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا، يعني كل بعضها وتصدق بعض الآخر وادخر البعض الآخر. كل ذلك جائز وثابت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم في شأن الهدي: وكثيرا ما يتفق الهدي والأضحية في أحكامها. يقول الحق تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إذن الله تبارك وتعالى شرع لنا لنشكره. ثم قال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إذن المهمة أن تتقي الله تبارك وتعالى وأنت تذبح، تذكر عليها اسم الله. نعم، أن تتقي الله تبارك وتعالى وأنت تفرح وفي سرورك وابتهاجك، تتقي الله تبارك وتعالى في جميع شؤونك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أيها الأحبة في الله، يوم تراحم، نتراحم فيما بيننا. نعم، ديننا دين التراحم. الرحمن يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. تراحموا فيما بينكم، ارحموا الضعيف، تصدقوا على الفقير، اقضوا حاجة الملهوف، احسنوا إلى الخلق. هذا دين الرحمن تبارك وتعالى، دين الإحسان، ودين الرحمة، ودين العطف، ودين الرأفة، وليس دين الشدة. ليس دين الله تبارك وتعالى رفع عن أتباعه الأغلال والأصرار التي كانت على من كان قبلهم. إذن تراحموا فيما بينهم.
تسامحوا فيما بينكم، ليعفو بعضنا بعضا في مثل هذا اليوم العظيم. عسى الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يوم تسامح ويوم التغافر ويوم يرحم بعضنا بعضا ويتعاطف بعضنا بعضا. أحبتي في الله، هذا اليوم العظيم وما بعده من الأيام أيها الأحبة في الله، لنتقي الله تبارك وتعالى ونستغل في مثل هذه الأيام فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فليست مجرد أيام ابتهاج وفرح وأكل وشرب، بل بالإضافة إلى ذلك هي أيام ذكر الله تبارك وتعالى، أيام عبادة، بل من أعظم العبادات هي العبادات التي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام. أيها الأحبة في الله، عيدكم مبارك وسعيكم مشكور، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نعم أحبتي في الله، ينبغي أن نذكر ونتذكر بأننا فعلا المسلمون في أقطار العالم نمر بمرحلة حرجة، في وضع حرج، في اختلاف، في تشتت، في تقاتل، في استيلاء الأعداء، في أمر لا نحسد عليها، في أمر لا نحسد عليه. نحن أيها الأحبة في الله في جميع أقطار العالم، في أي بقعة في بقاع العالم مشاكل مع المسلمين فيما بينهم من الخارج من الداخل. هذه المصائب ينبغي أن نكون على ذكر بها ونبحث عن الحلول، والحلول لا توجد إلا بعد الوقوف على الأسباب. ما هي الأسباب التي أدت بالمسلمين إلى هذا الوضع المهين؟ الحقيقة الله تبارك وتعالى يجيب عن هذا السؤال. يقول الحق تبارك وتعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بلاش أن نلوم غيرنا، بلاش أن نعاتب غيرنا، المشكلة من عندنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. المشكلة من عندنا، نحن الذين اقترفنا من الذنوب ما أدى إلى هذه النتائج الوخيمة. إذن ما الحل؟ لنتغير، لنغير أعمالنا، لنرجع إلى الله، لنتوب إلى الله توبة جماعية، لنرجع إلى دين الله تبارك وتعالى، نتحاكم إليه في صغيره وكبيره. عند ذلك الله تبارك وتعالى يغير، ولا شك بذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير أولا يبدأ من العباد، ثم يأتي التغيير من الله تبارك وتعالى. يغير الله تبارك وتعالى. إن لم نغير الأحوال تزداد سوءا، وسنن الله تبارك وتعالى دالة على ذلك. إذا أحبتي في الله، لنتوحد، لنجتمع، لنرجع إلى الحق، لنتحاكم إلى كتاب الله. نعم، حكام المسلمين يجب أن يتحاكموا ويحكموا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المشكلة جاءت من تضييع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستبدال القوانين الوضعية بكتاب الله وسنة النبي وشرع الله تبارك وتعالى. بعدما استبدلنا دين الله بهذه القوانين الوضعية، الله تبارك وتعالى سلط بعضنا بعضا، وسلط علينا أعداءنا، فأدت بنا هذه المصائب التي تتوالت علينا هنا وهناك، والتي تزداد يوما بعد يوم. إذا أحبتي في الله، الحل يكمن فينا وفي رجوعنا إلى الله تبارك وتعالى، لنصدق مع الله تبارك وتعالى. في نهاية الأمر أحبتي الله، بختام هذه الكلمة، أريد أن أذكركم بأن ينبغي للمسلم أن يكون جزءا من الحل، أن يكون جزءا في استقرار البلاد وأمن العباد. نعم، الأمن عصب الحياة. لا يمكن للإنسان مهما لديه من المال، مهما لديه من الكراسي والمناصب،
مهما لديه من متاع الدنيا لا يعيش إلا بأمن واستقرار. الأمن مسؤولية الجميع، الأمن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية جهة معينة. نعم، الأمن مصلحة للجميع. المسلمون أول من يتضرر بفوات وانفلات الأمن في كل بلاد العالم. إذن ينبغي أن نكون جزءا مهما في استتباب واستقرار البلاد، وأن نساهم في مصلحتنا أحبتي في الله، لأن الأمن كما ذكر الحق تبارك وتعالى من ضرورات الحياة. الله تبارك وتعالى قرنه بالطعام. الطعام لا يستغني عنه الإنسان، لا يمكن أن يعيش بدون أن يطعم. والله تبارك وتعالى يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بل نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قدم الأمن على الطعام وعلى الغذاء، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. ويقول الحق تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الخوف مع الجوع، الخوف مقرون بالجوع، والأمن مقرون بالغذاء والطعام. إذن الأمن ضرورة من ضرورات الحياة، فلنكن جزءا في الحفاظ على الاستقرار والأمن. تقبل الله منا ومنكم. استمتعوا بما أحل الله لكم. بهذه المناسبة العظيمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا بالأمن والإيمان والاستقرار، وأن يعيده علينا بما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما أوصيكم بتقوى الله في السر والعلانية وفي جميع أحوالكم، فاتقوا الله حيثما كنتم وأينما حللتم. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث. اللهم ارفع عن المسلمين الفتن، اللهم ارفع عن المسلمين الفتن، اللهم ارفع عن المسلمين الفتن وادفع عنهم الأعداء يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ادفع عنهم الاعداء وارفع ما بهم من البلاء يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح ولاة المسلمين، اللهم اصلح ولاة المسلمين، اللهم اصلح ولاة المسلمين. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.